فيلمنا النهارده بيحكي عن ديفيد اللي قرر إنه ينقل لبيت تاني، وده كان بمساعدة بنته جيسيكا. ولما ديفيد نزل الخزنة اللي في البيت من تحت لقى $200، وقال لجيسيكا إن البيت شكله اشترى لينا العشاء دلوقتي. وبعد ما نقلوا أغراضهم قعدوا كده يتكلموا شوية وياكلوا الأكل مع شوية عصير. في اليوم التاني يروح الراجل مسؤول الصرف لديفيد، وده لأن ديفيد طلب منه يعدله شوية حاجات في الفناء بتاعه. وأثناء كلامهم الراجل قال له مين اللي بيحفر في المكان ده. ديفيد قال له إن هو اللي بيحفر بالفعل. بلغوا مسؤول البيئة إنه محتاج مساعدة في الحفر، وده لأن في تغييرات في نماذج الخزان وضغط المية، وإنه هيبعت حد يساعده. بعدها يسيبه ويمشي عشان يروح ديفيد يكمل حفر، ويتفاجئ بجثة راجل عجوز داخل صندوق تحت التراب وجنبه فلوس كتير قوي. بعدها يحاول ديفيد ياخد رابطة من الفلوس دي عشان يكشف عليها اللي بالفعل تطلع سليمة. ويقف ديفيد مع نفسه في الحمام بعد ما يغسل وشه ويكلم نفسه عن الفلوس اللي لقاها في الصندوق هي والجثة. تاني يوم بيروح ديفيد شغله اللي كان عبارة عن مطور تطبيقات ألعاب، وبعدها بيدخل مديره اللي بيحييه على أدائه في العمل وبيقول له يجهز للترقية الجديدة. وبنرجع للبيت مع صاحبنا ديفيد وهو بيحفر عشان ياخد الفلوس كلها من جنب الجثة ويحطها في خزنة البدروم ويقفل عليها. ويبدأ ديفيد يكرر نفس اللي عمله ويقف يعاتب نفسه قدام المراية. بعدها يصحى من النوم مفزوع وما يلاقيش حد، فيقرر انه يعمل كوباية نسكافيه. بعدها لما يطلع بره يسمع صوت قطة ويبدأ يوقع الكوباية من خوفه على الأرض. ولما يدخل يطمن على فلوسه، وبعد ما بيدخل بيطفي النور اللي في الغرفة علشان يتفاجئ بانعكاس القتيل في المراية، ويشغل النور بسرعة وما يلاقيش أي حاجة. وبعدها يطلع يجري على مكان الجثة ويطمن عليها ويلاقي كل حاجة زي ما هي. وبيروح شغله ولما بيرجع بيلاقي آثار خطوات على الأرض، ولما بيقارنها بحذائه بيلاقيها مختلفة تماما. بعدها يتصل ببنته جيسيكا اللي بتبقى وقتها قاعدة مع صاحبها زاك، وبيطلب منها ديفيد إنه محتاج يشوفها ويتكلم معاها شوية. وقت ما يتكلم معاها ويقابلها يقرر إنه ما يتكلمش في الموضوع أحسن، ويبدأ يتكلم عن الشغل ويداري موضوع الجثة والفلوس. وفي نفس اليوم ينظف ديفيد الأرض، ولما بيعدي على البدلة اللي سايبها في الأوضة الضلمة بيتخيل إن الراجل المقتول مكانها بعدها بيشتم البدلة ويمشي. ولما بيبص من ازاز الشباك بيتخيل شكل الراجل العجوز وهو جاي عليه من بره. فبيبدأ ديفيد يجري على المطبخ ويجيب سكينة علشان يطلع في الفناء وبرضه ما يلاقيش أي حاجة. ويبدأ يرجع علشان ياخد كل الفلوس من مكانها ويعبيهم في شنطة ويطلع بره ويحطهم جنب الجثة من تاني. وده لما حس إن القاتل بيطارده عشان فلوسه. وبعد ما بيحط الفلوس معاه بيبدأ يقفل الغطا الخشب بالمسامير. وفي اليوم التاني بيسمع صوت الدباسة وبيفكروا بصوت دق المسامير. بعدها المدير بيكلمه وبيفكره بالمسؤولية اللي عليه في الشغل وبيسيبه يمشي. ولما بيروح البيت بيحاول انه يفتح الباب التاني اللي موجود تحت خزنة البدروم، ولكن أثناء ما كان بيفتح الباب رن تليفونه، وطلع إن اللي بيرن عليه هو إيلين اللي جاله قبل كده من شؤون البيئة، وكان بيتكلم عشان يعرفوا إنه هيبقى موجود يوم الجمعة علشان يباشر العمل بتاعه من يوم الجمعة ليوم الاثنين. بعدها ديفيد افتكر إن الجثة والفلوس موجودين وطلع بسرعة يفتح الصندوق ويفتش في الجثة يمكن يلاقي أي دليل ما يبقاش ضده. وبعدها يلاقي ديفيد إن معاه محفظة ومفتاح، والمفتاح ده بتاع الأوضة اللي حاول إنه يفتحها. بعدها بيحلم إنه فتح التلاجة، وبعد ما قفلها لقى جثة العفريت في وشه عشان يصحى على حلم يخوفه. تاني يوم بيصحى يكلم ويتني اللي بتبقى سكرتيرة الشركة اللي بيشتغل فيها، وبيضحك عليها ويبلغها إنه تعبان وإنه هيباشر شغله من البيت، وده طبعا عشان خاطر يروح يشتري كاميرات مراقبة. وبالفعل يفتح التابوت الخشب اللي على الجثة وياخد من جنبه فلوس ويشتري بيها كاميرات مراقبة ويركبها. بعدها بينور الإضاءة وكأنه عمل إنجاز، ويقرر إنه ينزل يفتح الأوضة اللي في البدروم. ولما ينزل تحت يكتشف جثث، ومن الواقع إن الجثث دي اتقتلت على إيد الراجل اللي موجود في التابوت. وبعدها بيطلع علشان ينام، وبعد ما بينام يصحى بسرعة على جهاز إنذار الكاميرات. ولما يروح قدام الشاشات يلاقي النور قطع وبعدها يشتغل تاني. ولما بص على الشاشة شاف شخص بيحاول يفتح الباب وكان لابس بدلة، ولما شافه لقاه بيخبط بدماغه في الباب، إنه نفس الجثة الميتة. ولما بيحاول يجري وراه بيكون اختفى، لكن بعدها بيدوس على المج اللي وقع منه في بداية الفيلم علشان يتعور في رجله. بعدها يروح مضطر لمكان الجثة علشان يتأكد إنها موجودة تاني، ويبدأ يضرب الجثة وهو منفعل جدا. بعدها يطلع يقع على الأرض ويروح في النوم. ولما يصحى ديفيد الصبح يلاقي نفسه في حضن الجثة وجنبه الفلوس. بعدها يبدأ ديفيد يجري لأنه اتأخر على شغله. ولما لبس وبدأ يمشي بالعربية وهو رايح لشغله يتفاجئ بالجثة وهي بتبص له بنظرات انتقام.
بعدها يوقف ديفيد العربية فجأة ويبدأ يجري على الجثة اللي كانت بالفعل بتمشي وراجعة في الصندوق من تاني. وبعدها يقع تاني ديفيد على الجثة ويمسك في خناقها. بعدها يروح يجيب منشار ويقطع رجل الجثة بيه. بعدها يطلع على شغله من تاني ورقبته فيها دم، ولما المدير يكلمه يلاحظ ريحته الكريهة والدم اللي على رقبته، فيبدأ يطلب منه إنه يروح يرتاح في البيت، لكن ديفيد بيرفض. ولما بيكلمه عن مشروعه بيبلغه المدير إن المهمة اتنقلت لحد تاني غيره بسبب إهماله في الشغل. بعدها بيتعصب ديفيد ويقول للمدير إنه مش محتاج لشغلهم، ويشتم المدير ويمشي. بعدها يرجع ديفيد للبيت ويقلع هدومه في العربية ويفضل سايق ويتكلم مع نفسه زي المجنون، ويفكر نفسه إنه معاه فلوس كتير قوي وإنه مش محتاج يشتغل على التطبيقات دي مرة تانية. ولما بيرجع ديفيد للبيت بيتفاجئ بعامل البيئة وبيفتكر إنه فتح على الجثة ونسي يقفل الصندوق مرة تانية، وبيسأله عن الصندوق اللي فيه الجثة. بعدها بيهدده إنه هيتصل بالشرطة عشان ديفيد يفقد السيطرة ويخبطه بالفاس في دماغه ويقع على الأرض. ويبدأ ديفيد ينزل جثة عامل البيئة في نفس المكان اللي فيه الجثث التانية، ويروح يطلع جثة العجوز من الصندوق علشان لقاها هتسبب له مشاكل، ونزلها هي كمان تحت. بعدها يركن العربية بتاعت عامل البيئة في مكان تاني علشان محدش يكتشف السر اللي ورا اختفائه. وبعدها يقف ديفيد علشان ينظف الدم اللي في جسمه قدام المراية، لكنه بيتفاجئ بنسخته اللي لابسة بدلة وبتتكلم معاه وبتقول له ازاي يتصرف في الفلوس. بعدها بيعرفوا ان إيلين عامل البيئة كان عايز ياخد فلوسه علشان يبدأ يتأكد ويشك في كل اللي حواليه. ولما بينام بيصحى مرة تانية على صوت سرينة الكاميرات، ولما بيبص بيلاقي العجوز ظهر له مرة تانية وبيجري وراه تاني، ولكن مش بيلاقي حاجة كالعادة، لكنه بيستخبى لما بيسمع صوت حد بينادي عليه. ولما بيوقع على الأرض يتفاجئ إنه صاحبه مارك، ولكن بيكمل ضرب فيه ويقول له أنا عارف إنك جاي تاخد فلوسي. وبعد ما خلص عليه لفه ونزله مع الجثث التانية تحت يطلع علشان يطمن على فلوسه. ودخل ديفيد ياخد دش، ولما طلع يرجع الفلوس تاني للبيت وحطها قدامه وبدأ يلعب معاها لعبة وطمنها إن مفيش حد هيأذيها مرة تانية. بعدها قال يزود المرح وقعد يتفرج معاها على فيلم. ولما صحي من النوم بدأ الباب يخبط، وده كان زاك حبيب بنته جيسيكا وجاي عشان يتقدم لها. ولما خبط ديفيد شافه من فوق وبدأ يخبطه بعصاية الهوكي لحد ما بقى شبه ميت ونزله مع باقي الجثث. بعدها يخبط الباب وتطلع اللي بتخبط بنته جيسيكا اللي سألته إذا كان زاك جاله ولا لأ. قال لها ده في الطابق السفلي وقال لها عليه إنه مجنون. نزلت جيسيكا معاه تحت، ولكن ضربها وربطها في أوضة الجثث. ولما فقت وشافتهم قالت له انت بتعمل ايه؟ قال لها نفس الكلام وهو انها عايزه فلوسه. بدأت جيسي تصرخ وتقول له انا بنتك وطلبت منه يفكها لكنه رفض. بعدها قال لها انا عارف انا هصلح ده ازاي وسابها ومشي. وبعدها طلع ديفيد ولبس بدلته ووقف قدام المرايه وبدأ يعيط ويقول ان كل حاجه الانسان بيعملها بيفقدها لاجل شخص تاني. وبدأ بعدها يقنع نفسه انه هيولع في كل الفلوس لكنه ما قدرش يستغنى عنها، وقرر انه ينزل في نفس مكان جثة العجوز وينام جنب الفلوس لحد ما يموت. وده كان ملخص الفيلم بتاعنا النهارده. يا ريت لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان اقدر اقدم لكم كل ما هو جديد.